السلام عليكم. في الفترة الماضية سويت فيديو عن أفضل الألعاب المجانية على ستيم، والفيديو لاقى إقبال كبير بالنسبة لقناتي، بس البعض صار ينتقدني لأني حطيت فورتنايت في القائمة، مع أني قلت إنه فورتنايت مش موجودة على ستيم، بس حطيتها في القائمة لأنها من أنشط الألعاب حاليا على الإنترنت. واليوم رح أتكلم عن أفضل الألعاب المجانية على البي سي، بعض منهم مو متوفر على ستيم، بس حطيتهم بالقائمة لأنهم ألعاب خرافية بصراحة. وحطيت ألعاب لكل الأذواق، سيارات، قتال، فايتينج، بلاتفورمر، شوتر، استراتيجي، كل شيء، ولكل الأجهزة الضعيفة والقوية. وكل لعبة راح أذكر متطلبات تشغيلها، فما في داعي تدوروا بالنت إذا تشتغل عندكم أو لا. وفي آخر الفيديو راح أتكلم عن لعبة مجانية خرافية بس لفترة محدودة، خلوكم لنهاية الفيديو. فلنبدأ. في المركز الثامن فورزا موتورسبورت 6 ايبكس. فورزا هي واحدة من أفضل ألعاب السيارات على الإطلاق. بصراحة من لما سطعت هاللعبة ما عدنا سمعنا أخبار نيد فور سبيد أو جراند توريزمو، لأنهم بصراحة ما يضاهوا جودة فورزا. اللعبة فيها أكثر من 50 سيارة لتفتحها وتطورها، والجرافيكس فيها خرافي، واصوات السيارات فيها تحسسك انك تقود لامبورجيني عن حق. اللعبة حصرية على ويندوز 10 ومتوفرة مجانا على مايكروسوفت ستور، يعني لو عندك ويندوز 7 او ويندوز 8 ما راح تقدر تحملها. وايضا اللعبة مش خفيفة ولا هي للاجهزة الضعيفة، تحتاج مواصفات قوية نوعا ما. متطلباتها معالج كور اي 3 3.7 جيجا هرتز، رام 8 جيجا، وكرت شاشة جي تي 740 أو R7 250X. وإذا عندك لابتوب خلاص لا تحاول تحملها لأنها ما راح تشتغل، إلا إذا كان عندك لابتوب فيه كرت شاشة منفصل مخصص للألعاب مثل GTX 850M أو أعلى. في المركز السابع سبيلونكي. سبيلونكي هي لعبة ألغاز 2D بلاتفورمر، وفكرة اللعبة إنك تبدأ المرحلة في أعلى النفق وعليك تلاقي مخرج لك، وفي طريقك للخروج راح تلاقي كتير عقبات. بإمكانك تستخدم قنابل لفتح الطريق أمامك أو تستخدم حبال للصعود للأعلى أو للأسفل، واللعبة مو سهلة وفيها كتير تحديات وألغاز صعبة، يعني إذا ما كان عندك صبر لمثل هيك ألعاب فاللعبة مو لك. بس إذا كنت من محبين ألعاب البلاتفورمر وتحن لأيام ماريو NES فاللعبة هي أكيد راح تعجبك. وسبيلونكي جدا خفيفة وتشتغل على كل الأجهزة، مساحتها 200 ميجا فقط، وتحتاج معالج كورت ديو ورام 2 جيجا. اللعبة موجودة على ستيم بفلوس لكنها مجانية على موقع اللعبة الأساسي، ورابط اللعبة تحت بالوصف. في المركز السادس كيلر انستيكت. كيلر انستيكت هي لعبة فايتنج مثل ستريت فايتر وتيكن، وتم تصميمها بالأصل لتعمل على أجهزة الإكس بوكس، وهي واحدة من أفضل حصريات الفايتنج على الإكس بوكس. صح أول ما صدرت ما كان فيها إلا 6 مقاتلين، إلا أنها مع مرور الوقت اتطورت وصار فيها أكثر من 25 مقاتل، وصارت من أقوى المنافسين لتيكن. الجرافيكس والجيم بلاي اللي فيها صعب تصدق إنها مجانية، وحركات الكومبو فيها خرافية. بالمختصر لو كنتم من محبين تيكن أو ستريت فايتر أو مورتال كومبات فأكيد هاللعبة لكم. اللعبة حصرية على ويندوز 10 ومتوفرة على مايكروسوفت ستور، ومتطلباتها معالج كور اي 5 2.7 جيجا هرتز، يعني اي 5 جيل اول. بس لو عندك اي 3 جيل ثاني او اعلى فاللعبة راح تشتغل عندك.
ورام 6 جيجا، وكرت شاشة جي تي اكس 480 او اتش دي 5850 او شي من نفس الاداء مثل جي تي اكس 750 او جي تي 1030. في المركز الخامس توتال وور باتلز كينجدوم. توتال وور هي واحدة من أشهر الألعاب الاستراتيجية اللي حافظت على شعبيتها إلى حد اللحظة، وتوتال وور باتل كينجدوم هي لعبة مبسطة عن الأجزاء الضخمة المدفوعة مثل توتال وور وور هامر. المعارك فيها مش عميقة ومتشعبة مثل الأجزاء المدفوعة، بس هالشي لا يغركم لأن أمتع شي باللعبة هو بناء مملكة وحمايتها من قطاع الطرق والأعداء وتطويرها، يعني جد متعة حقيقية. والجرافيكس فيها جدا حلوة مقارنة بأضخم الألعاب الاستراتيجية، ومتطلباتها معالج كورت ديو ورام 2 جيجا وكرت شاشة انتل اتش دي 4000 او كرت من نفس الاداء. في المركز الرابع ليج اوف ليجندز، اشهر لعبة موبا على الاطلاق. واللي ما يعرف العاب الموبا، موبا يعني مالتي بلاير اونلاين باتل ارينا، وهي شبيهة بدوتا 2. حكيت عنها في فيديو سابق، راح احط رابط الفيديو تحت بالوصف. وفي اللعبة تلعب في فريق مكون من 5 لاعبين، ومهمتكم تدمروا أبراج الأعداء لتفوزوا باللعبة. وليج اوف ليجندز وصل عدد لاعبينها من فترة لأكثر من 30 مليون لاعب، واللعبة فيها أكثر من 100 بطل أو مقاتل تقدر تشتريهم إما بفلوس حقيقية أو نقاط اللعبة، والنقاط تحصلهم من خلال تقدمك باللعبة. وأكثر شيء يميز هاللعبة هو تصاميم الجرافيكس الكرتوني الرائع وسلاسة التحكم والكومبات فيها اللي يسبب الإدمان. واللعبة تشتغل على كل الأجهزة بس تتطلب 2 جيجا رام. في المركز الثالث جايجانتيك. جايجانتيك هي لعبة تصويب منظور الشخص الثالث، خليط تجمع بين ألعاب التصويب مثل بالادينز وألعاب الموبا مثل دوتا 2. بس الجدير بالذكر أنه اللعبة صدرت من فترة قريبة وصار لها بالتطوير أكثر من 4 سنين، فما بعرف مين سرق الفكرة من الثاني، بالادينز أم جايجانتيك. واللعبة فيها 19 مقاتل أو بطل، وكل مقاتل مختلف من ناحية الشكل والقدرة والسلاح أيضا. ولتفوز باللعبة عليك أن تدمر حراس الأعداء اللي اسمهم جارديانز. الأرت ستايل فيها جد مميز وحلو، تشبه لعبة راين من ناحية الجرافيكس. وجايجانتك تدعم كروس بلاي، متوفرة على أجهزة الإكس بوكس مجانا، ممكن تلعبها مع أصدقائك على الإكس بوكس. اللعبة مش للأجهزة الضعيفة، تتطلب مواصفات شوي قوية، متطلباتها 6 جيجا رام وكرت شاشة جي تي اكس 580 أو كرت من نفس الأداء مثل جي تي 1030. في المركز الثاني CS2D. CS2D هي لعبة كاونتر سترايك مجانية، صدرت عام 2004 ولحد اللحظة اللعبة جدا نشطة على ستيم، وفي كم هائل من اللاعبين يلعبوها. الأصوات والشخصيات فيها مأخوذة من كاونتر سترايك الأساسية 1.3. صح نمطها 2D من الأعلى مش First Person Shooter، بس للأمانة اللعبة جدا ممتعة، واللعبة جدا خفيفة وتشتغل على أي جهاز، حتى لو عندك جهاز شبه الغسالة. مساحتها أقل من 50 ميجا،
يعني ممكن تحملها بمدة أقصر من فتح لعبة ثانية. في المركز الأول Dead Space. Dead Space هي لعبة رعب خيال علمي، وهي من الألعاب الرائدة في عالم ألعاب الرعب. وديد سبيس من أفضل ما قدمت شركة EA بصراحة. وقصتها تحكي عن مهندس يتم إرساله هو وفريق باحثين لاستكشاف كوكب غامض، وبعدها ينقطع الاتصال عنهم ويبقوا وحدهم بالسفينة الفضائية، ويبدأ يطلع لهم وحوش فضائية ومخلوقات غريبة. الجيم بلاي فيها يشبه الأجزاء الأولى من Resident Evil، يعني منظور الشخص الثالث. اللعبة بالعادة مدفوعة وسعرها $15 تقريبا، لكنها متوفرة على أوريجن مجانا لفترة محدودة. كل اللي عليك تعمله تسوي حساب أوريجن وتقتني اللعبة، وراح تصير في مكتبة الألعاب عندك. مش فترة محدودة وتنحذف، لا، خلاص بس اقتنيتها راح تضل في حساب الأوريجن عندك. أنصحكم تجربوها بشدة، وحتى لو ما بدكم تلعبوها حاليا بس سووا حساب أوريجن واقتنوا اللعبة راح تضل بحسابكم. ممكن تلعبوها بعدين. ومتطلباتها 2 جيجا رام وكرت شاشة 8500 جي تي، يعني تشتغل على أغلب الأجهزة حاليا بما أنه اللعبة صدرت عام 2008. على أي حال، هذا كان كل شيء لفيديو اليوم. تكلمت في فيديو سابق عن أفضل الألعاب المجانية على ستيم، يعني لو في ألعاب ما ذكرتهم على الأغلب يكونوا بالفيديو السابق، راح أحط رابطه تحت بالوصف. أتمنى يكون عجبكم الفيديو. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتشغلوا جرس الإشعارات ليوصلكم كل جديد. شكرا للمتابعة والسلام عليكم.